واو. حديقة عمومية. لا غادر المكان. يلا بشوية. نوض حيد حوايجك ونوض بشوية. يلا نوض. يلا. هز السندارة ديالك الملابس ديالك وغادي. يلا. هيا يا غنمشيو. هز شوف هز الدواء ديالك والملابس ديالك النعل ديالك وغادي. يلا. يلا هزهم نوض. هز الحقيبة ديالك وغادي. يا حديقة عمومية. شوف ماشي مشكل. نوض غير شويه هذيك هز الجوا ديالك. نوض شويه داك هذه حديقه عموميه ودابا هذيك 11 كلها. يلا غادي. السلام عليكم. دير شي عكاز عليه وخرج. سير شويه. شلون؟ هز الحقيبه ديالك هز الملابس ديالك النقط ديالك وغادر هذا المكان هذا حديقه عموميه ماشي ديال المبيت فهمتيني؟ يلا غادر المكان. بناكم جيبوا كروسه بنادم معاك. كروسه واحد دار فيه طاشه من الناس. يلا وصلت يلا سير اسمع حي يلا حي يلا حي. نمشي في اللحظات حمله كيف كتبوا معنا دارت مؤخرا حمله ديال ترحيل مجموعه من الافارقه منطقه دربميله في هذه اللحظات بمدينه الدار البيضاء. هذه الحمله اللي لقات استحسان فالشكر لعناصر القوات العموميه بصفه عامه او السلطه المحليه كذلك عناصر الامن على المجهودات الكبيره اللي كيبذلوها. يعني كيف كتبوا معنا يوميا او دائما حملات امنيه فكنقول الله يسمح لنا منهم لانه مجهود كبير كيبذلوه من اجل ايقاف ديال هاد المهاجرين. يعني كيكون من الصعب انه تم التعرف على الهويات ديالهم. شوش واو 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 تيقول لهم واو واو. كتبوا معنا في هذا البث المباشر. يعني برافو العناصر القوات المساعده التدخل ديال السلطه المحليه ان يقوم باخلاء الافارقه من هذه المنطقه اللي كتواجد هنا او لها هذه الجرده بعد مجموعه من المشاكل اللي داروا بعد ما مجموعه من الصداع اللي داروا. فالشكر يعني العناصر كنقولوا حنا القوات المساعده والسلطه المحليه يتمكنوا من ازاله مجموعه من الافارقه بعد موجه ديال الشغاب اللي كانوا داروا البارح في منطقه مرس. نحن ابناء افريقيا ونحن جزء من افريقيا أبينا أو كرهنا. كما نجحت قطر في تنظيم كأس العالم وشعرنا جميعا بالفخر، يجب على الجميع وعلى جميع الدول الحاقدة على المغرب أن تشعر بالفخر كذلك، لأننا قدمنا صورة إفريقيا في الأعلى وسعدنا بها للأعلى. قدمنا بطولة رائعة من بنيات تحتية متطورة وقطارات سريعة فائقة السرعة وملاعب من طراز عالمي متطور. فعليكم أن تفتخروا بنا لأننا رفعنا بالقارة السمراء إلى الأعلى بعدما كانت محقورة من طرف الجميع. وعوض ذلك قدمنا لكم المورود ورميتونا بالأشواك، استقبلناكم بالأحضان واستقبلتونا بالأدبار. وهذا يلخص شيء واحد هو عدم وعي الإنسان الإفريقي وحرصه على عدم نجاح الجار. فالمغرب بحول الله في نجاح إلى آخر بفضل الله وبفضل تظاهر الجميع وتضافر الجهود المغربية، وسنظل يد واحدة حتى نزيد من تطور إلى تطور. وأنتم ابقوا في حقدكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.